السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فبعد التحية والتقدير للأمن المغربي اللي كيستحق كل الاهتمام والاعتراف بالمجهودات الجبارة، ومن هذا المنبر كنشكر جميع أفراد وعناصر الأمن الوطني بصفة عامة على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها واللي كتحمي البلاد واللي كيعطيو هذا الامن لهذا الوطن. فالفيديو اليوم اخواني اخواتي والمعلومات المسربه بخصوص فيديو اللي كيوثق دخول الفتاه اللي صفتها الانور الله يرحمه. كيف ما شفتوا الطريقه باش دخلات والخطه باش خطات لهذه العمليه، اكيد الجونات بما فيهم الخال اللي كانوا طمأنوا الفتاه بانها غادي تخرج منها إلا قالت أنها حالة محاولة اغتصاب. والأكيد أن السلطات الأمنية والتحقيقات لتبين فيما بعد أن الفتاة تريد أن تخرج من هذه القضية على كونها محاولة اغتصاب، وبالتالي كتحاول أن تدافع على الشرف ديالها، وهذا الشيء اللي ما منه حتى شي حاجة. فبعد إعطاء بعض التعليمات من طرف السلطات الأمنية النيابة العامة اللي قامت بفحص هذه الفتاة واللي تبين أنها ليست عذراء، هذا أكيد أن هذه السيدة اللي كتقول أنها محاولة اغتصاب فهذا الشيء ما منه حتى شي حاجة، وهذا الشيء كتحاول أنها تهرب من هذه التهمة القتل. أكيد أن الخطة اللي قام بها الخال وكذلك بعض الأصدقاء اللي كانوا حاضرين في تلك الليلة اللي كانوا يديروا واحد الفيشطة فرحانين، ولكن الحسد والغيرة وزيد والكثير من الأشياء اللي خلاتهم أنهم يغتنموا الفرصة ديال وجود هذه البنت ويحرشوا يقولوا لا صفيها ليه وبالتالي غينتقموا منه. هادشي كامل حقد إخواني أخواتي، الحقد اللي تجمع في قلوب هؤلاء الأشخاص. ففعلا كما كنقولوا الروح عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه التحقيقات الدقيقة واللي جاء الاعتراف بمجموعة من الحقائق الصادمة إخواني أخواتي. فبعد استدعاء العساس اللي قال لهم واحد المعلومات دقيقة جدا بما فيهم حضور هذوك الأشخاص اللي هم أصدقاء أنور في اللحظة اللي غيخرج فيها وغيمشي للجامعة. هذا الأساس عطاهم بالتدقيق دخلوا 4 أشخاص في تلك اللحظة، دخلوا ومن بعدها خرجوا 2 أشخاص وبقاو 2 داخل الشقة. هذا دليل على أنهم كيحاولوا يخطوا لهذه العملية اللي صراحة الله فضحهم وفضحت السيدة هذه الفتاة اللي كانت عملت واحد اتصال مباشرة من بعد ما قامت بتصفية أنور الله يرحمه بديك الطريقة البشعة والخطة كما وضعها هذاك الخال بعد ما قال لها أنها كتوضع واحد المنوم في واحد المشروب هنا غيفقد الوعي، وبالتالي تعمل كيف ما بغات في هذا السيد. أكيد هاد الناس اللي قاموا بهذه الفعلة سوف ينالوا العقاب الشديد بخصوص هذه القضية اللي أثارت الضجة واللي أثارت الرأي العام المغربي. فللتأكيد إخواني أخواتي وهذه المعلومة أن هذا المرحوم اللي هو من عائلة مثقفة وواعية بزاف، وحتى الأصدقاء الأنور بعض الأصدقاء، أقول بعض الأصدقاء ماشي الأصدقاء السوء، هؤلاء اللي كانوا في ديك الحفلة وحاولوا أنهم ينكروا المشاركة بالتخطيط لهذه الفعلة. كنقول الأصدقاء الأنور أصدقاء اللي كيبغيو له الخير، أكدوا أنه الله يعمر دار وأنه من أطيب خلق الله وأن السيد كيصلي، ولكن البلية الوحيدة هو أنه كيدخل البنات كل مرة واحدة، وهادشي اللي جاء اللسان ديال الجيران إخواني أخواتي، لسان ديال الجيران اللي أكدوا هذا الكلام، قالوا أنه كل مرة كيجيب وحدة، ولكن العمل الخير اللي كيقوم به
فداكشي اللي صراحه اللي غيجمع لي الحسنات صراحه، وغيدرك لي ديك المسائل الخبيثه اللي كيقوم بها، ولكن لسوء الحظ طاح في هاد الفتاة اللي كانت تعرف عليها مؤخرا، وكان الهدف ديالو انها تزورو في المنزل. يعني راكم عارفين اخواني اخواتي الشباب اليوم الغرض الوحيد انه يتزوج مع داك الامسيه، ولكن هي كانت مخططه للسرقه، يعني وحتى بالتخطيط مع الاصدقاء وكذلك الخال اللي قال لها شنو غديري وشنو غتعملي، والمواجهه اللي مازال غتكون بين هاد الخال وهاد الاصدقاء والمحققين اللي قايمين بالواجب. والاكيد ان هناك حقائق جديده وصادمه في الايام القليله المقبله اللي غتبين شي حوايج اخواني اخواتي اللي غتصدم الجميع. فكما كيقولوا ان هاد الشاب انور اللي هو الله يعمر دار، وانه كيقوم بالافعال الخيريه الاعمال الخيريه، وان كل عيد كبير كيشري الناس الحواله وداكشي كلشي اللي كيجنيه من الارباح ديال تيك توك وكذلك انستغرام. على اي هادشي كيشهد ليه يعني جميع الاصدقاء كيشهدوا ليه بهذا الشيء كامل، وانه مهالي في راسو رياضي وكما شفتوا في الصور والفيديوهات. وكنصح الدراري انه يعملوا الرياضه ويبعدوا من المخدرات. يعني هادشي هما الحوايج الزوينين فيه، ولكن البليه ديال البنات هي اللي خلاته انه يتم التصفيه ديالو بهذه الطريقه، وكان داير واحد الثقه كبيره في اي وحده، ولكن ما كانش عارف بان ديك الخطه اللي قايمه بها هذيك الفتاه باش تنحيه على الحياه تصفيه بديك الطريقه، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا امام واحد الجريمه اخواني اخواتي. فالغريب في الامر والصادم اللي حنا تصدمنا فيه كمغاربه كنشوفوا هاد السيده هاد الفتاه القاصر، يعني حتى ديك الفكره ديال الشهاده الطبيه راه جات من الخال ديالها، وهذا اللي جا الاعتراف ديالو امام المحققين. قال لها غدعملي شهاده طبيه في حاله ما حصلتي. يعني هادشي منين تم قبل ما يتم الاعتقال ديالهم، يعني وحتى ديك السكي اللي كانوا لاحوه في ضواحي مدينه تطوان، وحتى المجهودات الجبارة اللي قامت بها اخواني اخواتي المخابرات المغربيه، يعني السلطات الامنيه بمساعده اتصالات اللي عطاتهم يعني مكان تحديد مكالمه، يعني اي مكان فين كتواجد هاد الفتاه. على اي فهي الان في قبضه الامن، وحتى ديك المناورات اللي كتقوم فيها على اساس انها تخرج من هذه القضيه بتقديم هذيك الشهاده الطبيه، واللي تبين فيما بعد انها شهاده قديمه، شهاده مزوره كانت كتعملها على اساس الا وقعت لها شي حاجه فهي تعطيها الامن باش يعني تخرج من اي قضيه. وهنا من شافت راسها امام واحد القضيه كبيره، يعني حطات هذه الشهاده الطبيه، ولكن هذا الشيء ما مواكلش، لانه بعد الخبره الطبيه المضاده لهاد الفتاه تبين انها سليمه عقليه وما كاين حتى شي حاجه، يعني شي ضرر، يعني شي معاناه كتعانيها، يعني الحاله النفسيه يعني 100% السيده يعني في كامل القوى العقليه. فمن هادشي كله اخواني اخواني كانت عندها نيه اجراميه 100%، وهو تصفيتها لهاد انور فباش تدافع على راسها. فهادشي كله كذوب وكتكذب على القانون، وكذلك باش تخرج منها وتطلع منها بظروف التخفيف. هذا هو القضيه، هذه هي الطريق الخطه اللي بغات تخرج منها هاد الفتاه. اخواني اخواتي على اي كنتمنى انكم يعني تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.